السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلكم مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله لا فيديو تلقاكم كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. لا فيديو ديالنا البنات اليوم انا متاكده انكم جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تجربوها، لان فعلا تستحق التجربه، زوينه بزاف ورائعه. وخصوصا ان هاد الوقيته الموسم ديال التفاح، راكم عارفين فاش كيكون الموسم ديال التفاح كيكون التفاح موجود، علاش لا نستغلوه ونديروا به وصفات زويونين لوليداتنا؟ علاش لا؟ انا البنات غادي نشرب معكم اليوم واحد الكيك كيجي رائع معلك، كيجي بالتفاح وبالمكسرات، كيجي جدا رائع 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 ولذيذ، وكيجي معلك وغزال. انا متاكده انكم الا جربتوه غادي يعجبكم ويولي معتمد عندكم، خصوصا ان المقادير ديالو سهله وبسيطه ومتوفره بكل بيت. قبل ما نخليكم مع الطريقه والمقادير ديال التحضير ديال الكيك ديالنا، فما نتمنى انكم ما تنساونيش في اللايكات ديالكم، وما تنساونيش اللي كنتو اول مره غتزوروا القناه ديالي، فنتمنى انكم تشاركوا في القناه وما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم. ونخليكم مع الفيديو ونخليكم مع الطريقه ديال التحضير ديال الكيك وكذلك المقادير ديالو، وهانتوما معايا. البنات، بالنسبه للكيك اللي غادي نحضروا اليوم، بطبيعه الحال الكيك ديال التفاح اللي غادي نحضروا اليوم، طبيعه الحال هاد الايام موسم التفاح، طبيعه الحال التفاح كيكون متوفر وكثير، كما سبق لي وذكرت لكم في لا فيديو اللي فاتت ان التفاح كيكون موجود وكثير، وعلاش لا ما نستغلوش الفرصه ونديروا شهيوات او وصفات بالتفاح. اليوم غندير معكم واحد الكيك اخر مغاير على الكيك اللي شاركت معكم المره الفايته، بالتفاح. تفاح كان شويه تكرار، معليش. دابا غادي نحتاج بالنسبه للكيك ديالي، غادي نحتاج بالنسبه كطبقه الاولى، غادي نحتاج عندي هنا 6 البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر الخشن، 3 ديال الخمارات حمر اولا بيكين باودر، 2 ديال الفاني. الكميه ديال الطحين كتبقى على حسب الخليط، وكذلك عندي كاس ديال الزيت. ونبداو في التحضير ديال الكيك ديالنا وهانتوما معنا. اول حاجه غادي نبدا بها بطبيعه الحال الكيك. غادي ندير عندي هنا 6 ديال البيضات، غادي نحتاج هنا 6 ديال البيضات، وإلا كانوا البيضات كبار ديروا غير 4. بالنسبه لهذا المول اللي غندير انا هنا غنشاركو معكم، انا عندي هنايا درت 6 لان البيضات صغيورين بزاف كما كتشوفوا هانتوما، جبتهم صغيورين بزاف، داكشي علاش درت 6. اللي عنده بيضات كبار يدير غير 4. غادي نضيف السكر الخشن، وغادي نضيف الفاني. درت 2، اللي ما كيعجبوش لوغو ديال الفاني ما يدير غير وحده بركه. وغادي نديرهم في الباتور اولا العجانه ولا خلاط كهربائي اللي كان، وغادي نخليهم يتضربوا مزيان حتى يطلع ليا البيض ديالي ونرجع معكم.
البنات من بعد ما حركت مزيان البيض ديالي غادي نبدا نضيف العناصر الاخرى. غنبدا نضيف فيهم بشويه بشويه. غادي ندير اول حاجه غادي نضيفها، اول حاجه بعدا غادي نقص من السرعه ديال الضراب باش يندمجوا ليا العناصر غير بسياسه غير بشويه. اول حاجه غنبدا بها هي البيض، هي عفوا الحليب. ثاني حاجه غنبدا نديرها هو الزيت. كتسمع عامر كيف ما كتشوفوا، ونخلي حتى يندمجوا ليا مزيان العناصر مع بعضياتهم وانتم معايا. هنا من بعد ما ندمجوا ليا العناصر غادي نبدا ندير في الدقيق. وكما قلت لكم الدقيق كيبقى على حساب البيض، على حساب النوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي لا، على حساب البيض واش كبير ولا صغير. المهم فاش كنحصلوا على القوام المطلوب كنحبسو. هانتوما كيف كتشوفوا. في هذا الاثناء غادي نضيف الخمارات ديالي. عندي 3 ديال الخمارات. وغنخليو العجين ديالنا كيدور حتى نحصلوا على القوام المطلوب. وانتم معايا هنا البنات، هانتوما كما كتشوفوا القوام ديال الكيك ديالي كيجي، يعني كنديروا القوام متوسط، ما كيكونش جاري بزاف وفي نفس الوقت ما كيكونش قاصح. عندي هنايا هذا هو المول اللي غادي نستعمل، هذا المول اللي كيتفتح، المهم لاطاي كبيره فيه، ها هي. وغادي نحط الكيك ديالي وطبيعه الحال نهزو يدينا. هانتوما ونحاول نقاد الكيك ديالي هكا، ونضرب شويه على الارض. هانتوما وغادي ندوز دابا باش نحضر الطبقه الثانيه. وهانتوما معايا بالنسبه للطبقه الثانيه البنات غادي نحتاج عندي تفاح. ما كتشوفوا راه واخا درت له الحامض كحل شي شويه ولكن ماشي مشكل. على حساب غادي نحتاج كميه ديال التفاح على حساب الكيك اللي عندي، على حساب الحجم ديال الكيك اللي عندي. عندي هنايا الزبيب وكذلك عندي كاوكاو افيلي كيف ما كتشوفوا، وعندي مايزينا. اول حاجه غادي نديرها غناخذها، هو انا المهم البنات غنستعمل يديا، غنخدم بيديا، ما غندير لا معلقه لا والو. غناخذ مايزينا وغادي نديرها لهاد التفاح. هانتوما نحاول انني ندمجها مزيان مع هاد التفاح. هانتوما هنا فاش كنديروا هاد المايزينا، شنو المطلوب باش اننا نديروا مايزينا؟ اننا كنحاولوا ان داك التفاح
كيتفرق، ما يجيناش معجن، وتجي يعني كل حبه مفروقه على اختها. هانتوما البنات. غناخذ الكيك ديالي بطبيعه الحال كما قلت لكم، غادي نستعمل يديا من الاحسن، لان فاش كنستعملوا اليدين ديالنا كنتحكموا مزيان في الكميه اللي خاصنا نحطو. هانتوما هنا من بعد ما درنا التفاح ديالنا غادي ناخذ شويه ديال الزبيب. بالنسبه لهاد الطبقه البنات، اللي بغى يدير الزبيب، واللي بغى يزيد لي بيبي دو شوكولا، اللي بغى يدير الكركاع، اللوز، اي حاجه. انا الصراحه هادشي اللي متوفر عندي حاليا، هادشي دابا اللي كاين عندي، اللي متوفر عندي الزبيب، كاوكاو افيلي، هادشي اللي متوفر عندي. غنحاول نزيدو من الفوق، واللي بغى ينوع المكسرات علاش لا، كل ما كانوا المكسرات اكثر كل ما كنحصلوا على كيك رائع ولذيذ وزوين بزاف. هنايا حنا درنا الزبيب، وهنا غنعاودو نزيدو كاوكاو افيلي، ما كنقليوه ما كنطيبوه ما حتى شي حاجه، لانه راه غادي يطيب في الفران. هانتوما وكندخلوه للفرن درجه حراره 100، ما بين 140 و 160. انا كنهضر دائما على الفرن ديال الغاز، الفران العادي ديال الغاز، وغادي نشعلها غير لتحت، وغنخليها على درجه حراره ما بين 140 و 160 مده ديال من 20 دقيقه. ما نفتحش عليها مده 20 دقيقه، تفوت 20 دقيقه عاد نفتح نقلبها ونشوف كيفاش دايره. وانتم معايا. هانتوما البنات، دابا من بعد ما الكيك ديالي وجد، هانتوما كيف ما كتشوفوا، غادي نحاول انني نحل عليه، غير هو مازال سخون، ما غاديش نحل عليه من دابا، غادي نخليها في المول ديالها بما بردات شويه، وغادي ما حدها سخونه غادي ندير واحد شويه ديال الناباج، وغادي نحاول انني ندهنها من الفوق بشويه ديال الناباج، ولا اللي ما متوفرش عنده الناباج ممكن يدير الكونفيتور ولا يدير العسل، كل واحد يدير داكشي اللي بغا. هانتوما كيف ما كتشوفوا دهنها مزيان في وجه ديالها بالناباج ما حدا سخونه، وغنخليها على جنب حتى تبرد، مره تبرد نهائيا، وغادي نحيدها من المول ديالها ونتلاقاو مع طبق التقديم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا، كيفاش جا غزال ورائع البنات، جا زويون ومعلك، وطبيعه الحال هانتوما كتشوفوا المنظر ديالو كي جاي زوين وجاي رائع. انا هنا غادي نقطع معكم واحد الطريف وتشوفوا كيفاش جايه زوينه البنات بزاف وجايه لذيذه. هانتوما كي كتشوفوا نقطعوا واحد الطريف وتشوفوا كي جات من الداخل. متأكدة أنكم إلا جربتوها غادي تعجبكم، أكيد 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 غادي تعجبكم، لأن فعلا تستحق التجربة. وإلا جربتوها وعجباتكم فمن ما كرهتش أنكم ما تنسونيش في اللايكات والاشتراكات ديالكم، وكذلك ما تنسونيش في التعاليق الزوينة المحفزة ديالكم. انتم البنات هانتوما كي كتشوفوا، دابا غادي نهزها ونوريكم كيفاش جايه من الداخل، كتجي معلكه وغزاله البنات. انا متاكده انكم الا جربتوها غادي تعجبكم. هانتوما كي كتشوفوا من الداخل كي جايه دايره، جايه معلكه وزوينه، وداك
سميتو داك التفاح كيطلق داك السيرو ديالو فيها، الصراحة كتجي غزالة وفنة. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش في الاشتراكات وفي اللايكات ديالكم، ونشوفكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله.